Oh my god. ماشي يا جدعان، عشان الناس اللي قاعدة تقول لك الفريم، اصل هي المشكلة مش في ان الكرة اوف سايد ولا لا، هي المشكلة ان الكرة ما خرجتش من رجل قفشه، وانا همشي معاك ان الكرة كده ما خرجتش من رجل قفشه. جبت لك الفريم اللي بعد الفريم ده على طول، ده الفريم النكست، يعني باين اوي انه بص يعني الكرة اتحركت اهي، رجله طلعت والكرة خلاص، ما هو ده فين بقى، دي هناك يبقى مع طبيعته يبقى اوف سايد لو الكرة راحت لامام عاشور. فهنعمل نفس اللي عملناه، نفتح فلتر وفينيشنج فينيشنج بوينت، ونعمل نفس الخطوط العريضة دي. هات البوينت دي، لا خليها من هنا عشان ايه نبقى شايفين الخطوط اهي، من 18 عادي لك ال 18 ال 18، متجيبليش من خطوط الملعب والنجيلة. تعالى كده شوية عشان نعرف نسحب الخط على هناك، ايوه ماشي اهو. وادي الخط التاني، وادي الخط الرابع والاخير. نفتح شوية كده عشان هو ايه قاريها مش افضل حاجة. نفتح سيك كده صغيرة، طبعا انا مدوسش على شيفت عشان ما ينزلش شمال ويمين، فماشي على نفس الخط. ونرجع نسحب 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 اهو، نمشي على خط 6. حلو، نمشي على خط النجيلة، ونيجي عند التسلل ونظبط على رجل كابتن عبد الله السعيد على اخر بوينت، وفي حته باينه من رجله كمان يعني صغننه، وكتف امام عاشور جوه ال 18 جوه الخط برضه. ما يعني هتتعفروا، ما هو يا جدعان يعني ربنا يفوق العقل، واحد زائد واحد يساوي اتنين، انتوا ليه مصممين تبقى تلاتة؟ ما مستحيل، مش هتركب. ف اعقلوا بقى، ونتمنى انه نقفل الباب ده عشان الباب ده جاب لنا هوا والجو ساقع اصلا. ف يلا good night and thank you.